أنا امرأة متزوجة وأم لولدين، لكن حياتي مع زوجي سيئة جدا. لم أشعر يوما أنه رجل بفضل تصرفاته، واستمراري معه كان فقط من أجل أولادي. إن قبل سنوات تعرفت على زميل في العمل، فاجأني بكلماته: أنا بحبك وعايزة أتجوزك، اتطلقي وأولادك مش هتسيبيهم، واللي انت عايزاه أنا معاكي فيه. هذه الكلمات جعلتني أطير من الفرحة، لأني كنت متشددة له بكل ما فيه، بعيوبه قبل مميزاته. بداية جديدة ونهاية صادمة. بدأت علاقتي بزوجي تسوء أكثر. لم أعد أطيقه وطلبته للطلاق، لكن ظرفا شخصيا حدث له جعلني أؤجل إصراري. في نفس الوقت حبيب فاتح أهله في موضوع الزواج، لكنهم رفضوا رفضا قاطعا بسبب فارق السن وحالتي الاجتماعية. شعر هو إن كل شيء ضده، وإن المسؤولية كبيرة عليه، وقالها لي بصراحة: مينفعش نكمل كده. انهارت وطلبته أن يبقى بجانبي بأي شكل، لكنه رفض قائلا: مرضاهاش لك. رغم ذلك تمسكت به أكثر، حتى أنه جاء إلى بيتي وقضينا معا ليلة لأول مرة. بعد ذلك عشنا سنتين معا، كان يزورني ونتحدث يوميا في كل التفاصيل. لقد عشنا حياة كاملة معا. خيبة الأمل والواقع المؤلم. بعد سنتين عاد ليقول: لازم نبعد، وبدأ يلقي باللوم على تصرفاتي ويقول إن رصيد الستر قد ينتهي. ثم عمل لي حظرا من كل شيء. لم أستطع نسيانه، ولم أكن أريد أن يرحل، حتى لو كان ما فعلته غلطا وحراما. لم أشعر أبدا أني أخون زوجي، لأنه يعرف أن علاقتنا ميتة، ولم يلمسني لسنوات. الآن أنا لا أعرف ماذا أفعل. هل أطلق زوجي وأبدأ من جديد؟ أم أبقى من أجل أولادي؟ أريده في حياتي حتى لو كصديق. كنت أعرف أن النهاية ستكون هكذا، لكنني لم أستطع الابتعاد. هو لم يتركني من أجل أخرى، بل قال إنه فكر بالعقل. دوامة الحيرة والخوف. أعيش كل يوم في دوامة. أستيقظ وأقوم بمهامي اليومية، لكن قلبي متعلق برسالة منه. عندما أعود إلى البيت أجد زوجي صامتا، عينيه على هاتفه، لا كلمة طيبة ولا سؤال حقيقي عني. أشعر أني في بيت غريب، ليس لي مكان فيه سوى خدمة الجميع. أقف أمام المرأة وأتساءل: متى أخطأت؟ كيف هربت من حياة باردة إلى حضن دافئ، ثم تحول هذا الحضن إلى ذكرى موجعة؟ أخاف من كلام الناس على طلاقي، وأخاف أكثر على أولادي. هل سيخجلون مني؟ أم سيرتاحون لو رأوني سعيدة؟ أهلي ينصحونني بالصبر عشان البيت والسمعة. بصراحة ما قمت به كان خطأ كبيرا، حتى لو كان قلبك موجوعا. دخولك في علاقة وأنت على ذمة رجل آخر جعلك تقعين في وجع أكبر. نعم، زوجك قد يكون السبب في الفراغ العاطفي، لكن كان يجب أن تسألي نفسك: هل هذا الطريق سيبني حياتي أم يهدمها؟ التجربة علمتك درسا قاسيا، والمهم ألا تكرري الخطأ. امنحي نفسك قيمة، واعرفي أنك كافية بذاتك. الحب الحقيقي يأتي من الباب الصحيح، وليس من وراء الظهر. أي علاقة تبدأ بغلط نهايتها دموع ووجع. خذي وقتك الآن، طهري قلبك من الوجع، وابدأي من جديد مع نفسك أولا. أنت قادرة على بناء حياة جديدة، لكن المرة القادمة اجعليها صح. القرار النهائي يعود لك. هل ستكملين في حياة ميتة من أجل أولادك والناس؟ أم ستختارين أن تبدأي من جديد، حتى لو كان الثمن وجعا؟